بحكم النهائي بشرط تجيبوا لي قارب نجاة يطلعني من هنا اسرع وقت ممكن. هذا كان شرط الحكم البلجيكي جون لانجنس اللي حكم اول نهائي كاس عالم في التاريخ. هذا مو حكم وبس، هذا محامي وكاتب ومؤلف وصحفي كمان. في السفينة اللي جابت منتخبات أوروبا في أول مونديال كان هو الصحفي السري صحيفة كيكر الألمانية اللي موجودة لين وقتنا هذا. طبعا هذا الحكم أبو كرافتة اللي حل مشكلة الكور في أول مقطع نزلناه، كان ما يحكم إلا وهو لابس كرافتة، وكان يقول إنها مهمة وتعطيه هيبة قدام اللعيبة رغم إنه ما يحتاجها، اوريدي طوله 190. كان شرطه قارب لأنه النهائي كانت فيه الأجواء متوترة مرة، وحرفيا كان إعادة لنهائي أولمبياد 1928 الأرجنتين ضد الأورجواي، الكل جاي يا نفوز نخرب. حراس امن الملعب يقولوا في النهائي صادروا 1600 مسدس. هذا الشيء يبين لك قديش كانت الاجواء مشحونه. طبعا صاحبنا اول ما اطلق صافره النهايه وعينك ما تشوف الا النور، ما انتظر حتى يستلم ميداليته، على طول على القارب قدر يشرد من 90,000 متفرج. بس لما سفينته غادرت قعدت ايام في البحر ضايعه بسبب الضباب. هذا كان مقطعنا اليوم. لو عجبك المقطع سوي فولو ولايك. نشوفكم على خير.